أوقفت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية المسيلة عصابة مكونة من 7 أشخاص تورطوا في سرقة مجوهرات من المعدن الأصفر قدرت قيمتها ب2 مليون دينار جزائري من أحد المنازل. وأوضح مكتب الاتصال للسلك الأمني ذاته أن معالجة العملية جاءت على إثر تلقي بلاغ لذات المصالح من طرف الضحية مفادها تعرضها للسرقة من مسكنها العائلي، الفعل الذي طال مصوغات من المعدن الأصفر بقيمة 2 مليون دينار جزائري ومبلغ مالي قدره 50,000 دينار. وعليه باشرت ذات المصالح الأمنية عملية البحث والتحري في القضية، والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما في ظرف وجيز. وأضاف المصدر ذاته أنه استمرارا للتحقيق في هذه القضية تم تحديد هوية باقي المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع جزء من المصوغات المسروقة. بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بخصوص تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد وشراء وإخفاء أشياء مسروقة مع محاولة تضليل التحقيق الجزائري